السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير حبايبي. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي، تحلية بسيطة وبسرعة، مش تاخد معانا وقت. مقاديرها بسيطة جدا جدا، موجودة في البيت، مش مكلفة خالص، ولكن طعمها حلو. ولما تبقى ساقعة كده والدنيا حر بترطب على القلب كده. معانا ايه؟ يلا نسمي الله الاول ونصلي على الرسول، وتعالى اقول لكم معانا ايه وهنعمل ايه. معانا شويه ورد من بتاع الكركديه، انا كنت غسلاه وغسلته كويس عشان لو في تراب ولا حاجه. بعد كده نقعته. بنقعه ليه؟ لا، انا نقعته وحطيته في التلاجة. الميه بتبقى مغطيه ورد الكركديه وبنسيبه لتاني يوم. نقعته وحطيته في التلاجة، طالع بقى ساقع كده وحلو. جبت مصفة الشاي، صفيته كويس من الورد. وبعد كده هعمل ايه بقى؟ هجيب مج احط فيه معلقتين 3 من النشا، عشان احنا هنعمل بودنج او مهلبيه. فبدل ما هدوب النشا في ميه من الحنفيه واللون يفتح شويه، لا، انا هدوبها في نفس الكركديه. فانا هاخد دلوقتي بعد ما حطيت كده معلقتين 3 نشا، حسب الكمية اللي عندك بتحطي نشا. خدت كده عليهم مغرفتين من الكركديه، هدوبهم كويس. وبعد كده هركنهم على جنب. شايفين اللون الجميل الحلو البطيخي ده؟ لونه حلو قوي. بعد ما هدوب كده النشا هركنه. هاخد الحلة بقى بالكركديه، اولع عليهم كده النار. بس هنا برضو انا مهنش عليا شوية الورد دول، قلت اشطفهم كده بشويه ميه تاني، واخد الميه بتاعتهم والفايده بتاعتهم عشان ما نرميهمش. يعني بنستفاد من كل حاجه فيه. خدت الحله كده رفعتها على النار، توصل بس لحد درجه الغليان. واول لما تقوم تغلي هنزل عليها النشا. هو الحته دي يعني بنزل السكر اهو الاول. قبل النشا بنزل السكر زي ما انتوا شايفين كده. السكر بقى حسب ما انت عايزه، حسب الرغبه. اللي انت يعني عايزاه مسكر قوي زودي، عايزاه سكر ومعقول قللي السكر. انا حطيت المجين دول، بالنسبه لي سكرهم حلو قوي ودقته حلو ومش مزز، يعني مش مسكر قوي ولا ناقص سكر. طبعا الحته هنا اللي انا وانا بنزل النشا اتمسحت، او مش عارفه ما بانتش في المونتاج. ما علينا، المهم بتنزلي اول لما يقوم يغلي بتنزلي النشا اللي انت مدوباه. وبعد كده بتسيبيه يغلي. اول لما بيغلي ويعمل قوام بنحط الفانيليا في الاخر. بتحطي بقى فانيليا بودر، فانيليا سايله، اللي موجوده عندك استعمليه. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريكم القوام. قوامه ايه؟ لا تقيل ولا خفيف، احنا مش عايزينه يتقل قوي. احنا يا دوبك بنسوي النشا، لانه لما هيبرد هيتقل تاني. فعشان ما يبقاش تقيل ومكتل، لا، احنا عايزين حاجه ناعمه كده واحنا بناكلها، ما تبقاش كتل، تبقى حلوه كده قوامها معقول. وهو كده كده لما هيبرد هيتقل شويه. زي ما انتوا شايفين كده كان غلي بقى والنشا استوى. وبعد كده اجيب الكاسات، البولات، اطباق، اي حاجه موجوده عندك هنصب فيها. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين القوام الجميل ده؟ قوامه حلو، ريحته حلوه، طعمه حلو. يعني مزازه الكركديه مع السكر حاجه طعمها جميل جدا. ولما بيسقع بقى ويتلج حاجه واو، فاخر من الاخر يا باشا. تحلية بسيطة، تحلية ما كلفتناش حاجة. هو مكون يعني ايه؟ كركديه وشوية مية وشوية سكر، حاجات بسيطة جدا. وعملت لنا شوية كام كاس كده. جالك ضيف بقى، يعني عيالك كده عايزين حاجة بالليل ترطب عليهم، الدنيا حر زي ما قلت لك كده. جالك ضيف وتكوني عاملاه، حطيه ساقع كده، قدميه واجب حلو كده. يعني بصي حاجة فاخر من الآخر. ما تنسوش بقى تسموا الله وتصلوا على الرسول في الكومنتات، تقولوا لي من أي بلد بتتابعوني، وشجعوني بلايك عشان الفيديو يترفع. وحاجة سهلة وبسيطة عملنا منها حاجة حلوة هيت، من شوية ورد كركديه عندنا وشوية سكر ومعلقتين نشا. عملنا حاجة حلوة وتقدمها لضيف، تاكليها بالهنا والشفا. جربوها ومع السلامة.